على بركة الله نبدأ يا صديقي الفيديو بتاعنا. وقبل ما نعرف انقسام خلوي هو يعني إيه أصلا خلية. الخلية هي وحدة بناء أي كائن حي، ومش محتاج أفكرك يا صديقي إن الكائن الحي ممكن يكون إنسان أو ممكن يكون حيوان أو ممكن يكون نبات. وحدة بناء ده بنسموه الخلية. طيب الخلية بتختلف سواء كانت خلية نباتية أو خلية حيوانية. فعلا هم بيشتركوا في حاجات كتير. الخلية النباتية فيها نواة، والحيوانية برضو غشاء خلوي، والحيوانية برضو سيتوبلازم، والحيوانية برضو. بس الخلية النباتية بتتميز بمكونين مش موجودين في الخلية الحيوانية، اللي هي الجدار الخلوي والبلاستيدات الخضراء. والخلايا سواء كانت نباتية أو حيوانية نوعان: في خلايا جسدية وفي خلايا تناسلية. الخلايا الجسدية صديقي تشمل جسد الكائن الحي معظمه. يعني مثلا لو إنسان الكبد، الجلد، الشعر، أي حاجة في مكون جسده. طب لو نبات الجذر، الساق، الأوراق. طيب إيه بقى الخلايا التناسلية؟ الخلايا التناسلية اللي هي المناسل. يعني لو نبات اللي هي المتك أو المبيض. أما لو إنسان اللي هو الخصية أو المبيض. طبعا الخصية لو مذكر، المبيض لو مؤنث. يبقى إذا خلايا جسمنا إحنا ككائنات حية خلاص نوعين: يا إما خلايا جسدية يا إما خلايا تناسلية. طب الخلايا الجسدية هتنقسم إزاي؟ ما هو اسم الوحدة بتاعتنا الانقسام الخلوي. الخلايا الجسدية هتنقسم عن طريق نوع من الانقسام اسمه الانقسام الميتوزي، ميتوزي. أما الخلايا التناسلية هتنقسم نوع تاني من الانقسام اسمه الميوزي. يبقى الجسدية ميتوزي، أما التناسلية ميوزي.